السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. سبق وأن نزلت فيديو بتاريخ 20/12/2022 مناشدة إلى قبائلنا العربية الأصيلة في البصرة. أولا أريد أعرفكم بنفسي لأنه ربما أكو بعض ما يعرف. أنا أخوكم أبو خالد، عراقي من محافظة المثنى، من قبيلة العاجيب الحجيمية الشمرية، وليس مثل ما نشروا خالد. مسرور بأن أتواصل وياكم للمرة الثانية. الفيديو والفكرة لقت استحسان كبير وترحيب، وأود أن أوضح بعض الأمور حتى تكتمل الصورة. الفكرة بشكل مختصر اللي اقترحتها أنه مناشدة للقبائل أن ينصبون مضايف على الطرق المؤدية إلى المدينة الرياضية جذع النخلة أو إلى ملعب الميناء من سفوان أو من المطار، على الطرق أو قرب المدينة الرياضية أو قرب ملعب الميناء. المضايف هي ليست للمبيت، وإنما للاستقبال والترحاب، الأهلا وسهلا وعلى شاي وماي وقهوة وسن يضحك ويا مرحبا وحياكم الله. وهذه ممكن مو بس للناس الضيوف اللي عندنا الأشقاء الخليجيين، حتى للناس اللي قادمين من المحافظات الأخرى. هو جاي للملعب المباراة بعد ساعة، يطب مضيف بني مالك ولا بني تميم ولا الصرايفي ولا البزون ولا مضيف المنصوري وغيرهم من القبائل العربية الكريمة يعذرونني من الأسماء. أنا ذكرت قسم وقسم ما ذكرته. البصرة بها فوق 100 قبيلة، ما ممكن أذكرهم في مسج واحد. اهلا وسهلا، يشرب له شاي او فنجان قهوه ويروح المباراه، او هو طالع ويريد يرد مثلا للسماوه ولا يريد يرد للحله او يريد يروح للمطار، يتقهوى ويرتاح وهذه ويركب سيارته ويروح لصفوان او يروح للمطار. هذه الفكره بشكل مبسط. هذه ما تتعارض مع شغل الفنادق او المطاعم او المقاهي او المحلات التجاريه. انا ما يعني اكو جماعه يقولوا لي هاي فكرتك تقطع رزق الناس. لا، بالعكس، رزق ناس على ناس والكل على رب العالمين. بالعكس، انا لما اكون سعودي او كويتي والقى هذا الترحيب والاستقبال والاطمئنان والاحترام، اذا كنت ناوي ارد بسيارتي على طول راح اروح للفندق واحجز الفندق، اشتغلوا بالفندق، اشتغلوا بالمطعم، اشتغلوا بالتاكسي، اشتغلوا بالمحل، اشتغلوا بالقهوة. وممكن الناس اللي تتفنن اللي هم أهل البصرة، اللي يبيع تحفيات، اللي يبيع ألعاب، اللي يبيع شغلات للذكرى، صور تذكارية، ممكن أشتري لعيالي لأصدقائي شيء لأنه بقيت أنا. إذن هي الفكرة أولا تعبير عن أصالتنا، مو تمثيل، هي تعبير عن أصالتنا العربية، وهذول قادمين إنا، وكل قادم إلى كرامة، وبنفس الوقت بها فوائد اقتصادية وليس العكس مثل ما ذكر بعض الإخوان بتعليقاتهم. أنا أريد أرسل بهذا المقترح رسالة إيجابية للإطمئنان، لأنه إخوان خلينا نكون واضحين، أنا عايش بالخليج وأعرف الوضع بالخليج. الناس تصورها سلبي عن الأوضاع في العراق بسبب سوء الإعلام العراقي والمشاكل. شوف القنوات كلها مشاكل ونقد ومشاكل، وكم مستمرين بالنقد وإثارة المشاكل لحد الآن. هسه يتكلمون عن البصرة بيها أمراض وبيها يورانيوم وبيها، يا ابن الحلال عارفين هذا الموضوع من 91، ليش أنت تلح عليه خلال هاي الأيام؟ اكو اعلام سلبي مضاد رغم انه عراقي. احنا نريد نرسل رساله اطمئنان، مو واكرر راح يقولوا لي ها تناقضت انت مو تقول اصاله اذا عندك غرض. لا، هي تعبير عن الاصاله لكن بها فوائد اقتصاديه، فوائد امنيه، فوائد سياسيه، فوائد اعلاميه، وهي تعبير عن اصالتنا. اهل البصره ما يراد لهم تذكير ونخوه، بس يعني وذكر عسى ان تنفع الذكرى. والله كل اللي عاشرهم، انا درست مع جماعه بالماجستير وبالبكالوريوس واشتغلت مع جماعه كلهم اهل كرم واهل طيبه، ناس مشهورين بهذا الشيء. او مو شرط اللي درس معهم، ممكن اللي درس بالبصره او عمل بالبصره او اشتغل بالبصره يعرف هذه الحقيقه. كنا احنا مع خليجي البصرة. اكو جماعة يثيرون مسائل اخرى
يعني موضوع النازحين، ليش ما تسوون للنازحين؟ موضوع النازحين يا أخوان موضوع سياسي أمني، هذا يهم الدولة. موضوع الفقراء، ليش ما تنصبون الفقراء؟ وهل إن الفقراء تنحل قضيتهم بمضيف ينصبوه بني مالك لمدة 10 أيام أو أسبوعين؟ هذا موضوع يحتاج خطط تنموية استراتيجية للقضاء على ظاهرة الفقر والبطالة من خلال خطط تنموية مستدامة تشغل الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات. هذا مو مسؤولية القبائل، هذا مسؤولية الدولة والحكومة اللي ميزانيتها مئات المليارات. لا تدخلونا أرجوكم، لا تدخلونا لا بالقضايا الدينية ولا بالقضايا السياسية ولا بالقضايا الأمنية. نحن عندنا مناسبة وجايين ضيوف نريد نقوم بالواجب. من تقوم بالواجب ثقوا هذه بها انعكاسات بعيدة الأمد، بها انعكاسات للمستقبل ستخدم البصرة وأهلها ولربما العراق جميعا. اكو جماعة يقولون شو هم مشجعين. أدري أنا عندي مضيف ويجيني مدرس تربية رياضية ويجيني مدرس موسيقى ويجيني مدرس إسلامية، قابل أبو الإسلامية أنطيب الفنجان وذاك أنطيب الطاسة أو ما أنطي قهوة؟ منين أكو حكي؟ كل قادم إلى كرامة بغض النظر عن مهنته، عن غايته، عن هدفه. أكرر مناشدتي، يمكن هذا طول المسج راح يكون صعب النشر مالته. أكرر مناشدتي إلى قبائلنا العربية الأصيلة وأشكر اللي استجابوا. أنا شفت الصرايفي، الشيخ كاظم الصرايفي، شفت فواز بن الشيخ عبد السلام العرمش المالكي، شفت الجواريين، شفت السادة البطاط، وشفت ناس حتى من خارج البصرة. شفت شاب شمري من ربيعة يريد يودي 65 ذبيحة للبصرة إكراما للضيوف. ثقوا العراقيين إذا أتيحت لهم الفرصة لأن يعبرون عن نفسهم راح يسوون مبادرات والله يعجز الوصف عنها، وراح نفاجئ بها أنفسنا ونفاجئ بها بلدنا ونفاجئ بها العرب الأشقاء ونفاجئ بها الأجانب. جزاكم الله خير. آسف أني طولت عليكم، هذا الفيديو صار 7 دقائق وحتى نشره راح يكون صعب. ربي يحفظكم ويحفظ العراق، وحيا الله الأشقاء وحيا الله الأشقاء سواء كانوا الخليجيين أو غير الخليجيين في بصرة الخير، كلنا مع خليج البصرة. ربي يحفظكم. أخوكم أبو خالد، تحياتي.